خلينا نبدأ من نقطة بسيطة. في كلامنا اللي فات اتكلمنا عن الناس اللي دايما بتبدأ ومش بتكمل. شفنا ليه المخ بيستسلم وازاي تبني عضلة الاستمرار. بس يمكن وانت بتسمع الكلام ده حسيت ان مش دي مشكلتك أصلا. يمكن انت مش بتسيب الحاجة عشان صعبة. يمكن مشكلتك ان عندك حاجات كتير قوي عايز تكمل فيها. تبص على حياتك تلاقي ألف طريق، وأغلبهم حاسسهم شبهك. مش خايف من التعب، انت مشلول من كتر الاختيار. وده اسمه مشكلة حقيقية، اسمها معضلة الشخص اللي يقدر يعمل أي حاجة بس مش عارف يختار إيه. والمجتمع بيسميك اسم مش لطيف خالص، بيقولوا عليك بتاع كله ومش شاطر في ولا حاجة. والجملة دي لو دخلت دماغك تعمل قلق يكفي سنين. تحس إن أكتر حاجة مميزاك فضولك وحبك للتجربة، هي نفس الحاجة اللي مدمراك مهنياً. النهاردة بقى مش جاي أديك تحفيز ولا أقولك ركز وخلاص. النهاردة هنفك القلق ده حتة حتة، وهنبص على شكل الحياة المهنية بطريقة مختلفة. خلينا نرجع ورا شوية. طول عمرنا بنسمع نفس النصيحة: اتخصص. وزمان النصيحة دي كانت صح. العالم كان ثابت وقواعده واضحة زي لعبة شطرنج. تدخل مجال واحد وتغوص فيه تطلع كسبان. علم النفس بيسمي ده بيئة بتكافئ التكرار. كل ما تكرر أكتر تنجح أكتر. وده عالم الشخص المتخصص، شخص واقف على عمود واحد عميق بس ثابت. بس هو ده العالم اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. العالم دلوقتي مش ثابت، العالم ملخبط. القواعد بتتغير والنتائج بتتأخر ومفيش مسار واضح. في عالم زي ده التخصص الزيادة ممكن يعمل نقاط عمياء. ومش معنى كده إن المتخصصين وحشين، لا، إحنا محتاجينهم جدا. بدل ما تفكر في مسميات وظيفية، ابدأ فكر في أشكال. في شخص ماشي في طريق واحد وواقف على عمود واحد، وفي شخص تاني ماشي في كل الاتجاهات من غير أرض ثابتة. وده بيخلق قلق رهيب. بس في شكل تالت قليل اللي بياخد باله منه. الشكل ده هو الشخص اللي واقف على أكتر من عمود، كل عمود في مجال مختلف، واللي رابط بينهم اهتماماته وخبراته. يعني إيه؟ يعني رجل في مجال ورجل في مجال تاني، ومخك دايما بيربط بينهم. آخر حاجة وأهم حاجة، مخك بيطلع أفكار أكتر ما يقدر يشيل، فلازم تحطهم بره دماغك. في الآخر خليك فاكر، أنت مش بتاع تبدأ وتسيب، أنت شخص شايف طرق كتير. مش عيب، ده نوع مختلف من القوة. مش مطلوب منك تبقى حاجة واحدة، أنت مطلوب منك تفهم إزاي الحاجات كلها متصلة.